مهندس شيكوك الجو رئيس نزل الطاقة والاتصالات. باشرنا بتأهيل خطوط التوتر العالي 230 66، تجهيز محطات 230 66، تأهيل خطوط 66 كيلو فولت. تم تغذية كافة المحطات، والآن المحطات تعمل بنسبة 50% نتيجة نقص محولات 30 محطات 66 20 30 ميجا أو 20 ميجا. المحطات حاليا تعمل 50% من طاقتها. تم الانتهاء بتجهيز المحطات، باشرنا بتجهيز خطوط 20 كيلو فولت. طبعا احنا نفذنا هي اعمال قسم ب 2018، باشرنا ب 2019 بتجهيز محطه مغلقه ضمن مدينه الرقه، وهي تغذي تقريبا ثلث المدينه، وسط التجاري للمدينه، محطه 66 20. تم تجهيزها كامله بكلفه 3 مليون دولار. تم تغذية قسم من الاعمال من قبل مجلس الرقه المدني. تم الانتهاء من المحطة وهي جاهزة حاليا، وتم حاليا دراسات من أجل إحداث مخارج 20 كيلو فولت لتغذية البدية منها. ب 2019 طبعا كمان تم تجهيز مخارج 20 كيلو فولت من محطة رقة 3 تغذية حي المشلب، حي المختلطة والصناعة. تم الانتهاء من تركيب 13 مركز تحويلي وحاليا جاهزة بالخدمة. تم تجهيز من محطة رقة 3 مخرج لتغذية حي الفلوجة الموجودة بجانب سراب الأغنام، والمنطقة الموجودة تم الانتهاء منها بعام 2019. تم تجهيز مخرج 20 كيلو طول 5 كيلومتر منطقة الجزر الصعيدية، تركيب 5 محولات تم الانتهاء منها. محطة رقة 1 صار عندنا عوائق بالنسبة لتنفيذها. تم تركيب محولتين 30 ميجا من رقة 1، تجهيز من الناحية المدنية، تركيب خلايا 20 كاملة. حاليا بسبب الأوضاع طبعا والمعابر نلاقي عوائق بالنسبة لزيت المحولات. طبعا الخطة المستقبلية لعام 2020 حاليا جهزنا دراسات لإحداث مخارج 20 مخرج على من رقة رئيسية لتخفيف الحمل على محطة الحمرات، ومخرج باتجاه الأسدية لتخفيف الحمل على المخرج الحديدي الشبكي. الدراسات جاهزة، تم رفع رأس المشترك مجلس الرقة المدني من أجل رصد الاعتماد اللازم. والتجمعات اللي بالريف ظلت عندنا تجمعات بدون تغذية، تم إجراء دراسات وتسليمها لمجلس الرقة المدني لرصد الاعتمادات اللازمة. بالنسبة للمدينة حاليا كمان عم نشتغل الرقة القديمة بتركيب 13 مهولة باستطاعات مختلفة 1630، تجهيز خطوط أرضية 20 كيلو فولت، شبكات منخفض، مراكز تحويل أرضية مع مسبق صنع تم تجهيزها، وحاليا تم تقريبا انتهاء من شبكات المنخفض. باشرنا حاليا بتنفيذ الخطوط وتجهيزها وتركيب تجهيزات المراكز التحويلية. وتم رفع دراسات بالنسبة لخط من الخط الخدمي، تغذية مراكز طبعا من المحطة رقة 4 المغلقة لتغذية المشفى الوطني وحي الثكنة، مرورا بحي الثكنة للتجهيز مع مشفى التوليد، بس بانتظار التمويل اللازم للبدء بالأعمال.